قال ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة. إن العبد وهو قاعد كده هو يفتكر النار، ويفتكر إن هي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يفتكر إن شرارة النار كالقصر. يفتكر إن أهون أهل النار عذابا رجل يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. فيقول لا، الموضوع لا مش بسيط، إنه لقول فصل. الموضوع مش بسيط. احنا مش بنقول مثلا ايه انت هتخش الجنة في انه منزلة. لا، ده هي مش فكرة جنة او جنة، لا، هو في جنة وفي نار، فانا خايف من النار. فده يزعجه انه هو يكون مقصر، يزعجه ان حسناته تبقى اقل من سيئاته، يزعجه ان هو يبقى غافل فيقوم ينتفض، انه يتفكر في ده. يقول ان يذكر العبد نار الاخرة، وهو يقعد يذكرها ويفتكرها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا خايف أعمل حاجة غلط، في عذاب يوم عظيم، أنا ما ينفعش إن أنا أعرض نفسي لموقف زي ده. فما يجي يعرض عليه التقصير يفتكر النار، يقول لك لا ما ينفعش أقصر. لما تيجي يعرض عليه الذنب يقول لك لا، أخاف من النار. لما حتى يجي يعمل الطاعة يخاف يعجب بيها. ليه؟ لا، ما هو المعجب ده مكانه فين؟ الجنة يعني؟ لا، أنا خايف. ينتبه جدا لهذا الأمر. فبقول لك ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق. هو أنا عملت إيه؟ هو أنا ماشي صح يا جدعان؟ هو أنا كويس؟ يعني برضي ربنا ماشي صح؟ ولا أنا بعمل إيه؟ أنا مقصر؟ صلواتي، ذكري، شكري، بر والدين، صدقات، رضا، أنا راضي وأنا راضي. يعني هو يرى من قلبي أن أنا راضي، يعني ما يراش أن أنا ساخط، ولا إيه الحكاية؟ ولا إيه الموضوع؟ في ناس معترضة على أن الحرام حرام، بس ما عندوش الجرأة أن هو يقول أنا معترض أنه حرام. أنت راضي باللي ربنا شرعه؟ راضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضي باللي ربنا قسمه لك؟ راضي؟ هو انت ماشي عليه؟ هو انت مقصر ولا انت ماشي صح؟ ده مقصر ولا ماشي صح؟ الإنسان المؤمن حقيقة دائما يرى نفسه في حالة تقصير. إنما اللي يقول الحمد لله أنا ماشي زي الفل، ده أكبر مصيبة عنده مش إنه هو مقصر، أكبر مصيبة عنده إنه مش حاسس إنه مقصر، ولأنه أقسم بالله لا يفعل هذا الأمر إلا مقصر. أقل تقصير له إنه مش فاهم كم وكيف هو جلال الله عز وجل، تمام؟ ولا يقدر جلال الله عز وجل، فهو يظن أنه فعل ما عليه. أكتر من كده بقى يبقى زيادة، أكتر من كده بقى يبقى كتير. فهو راضي قوي باللي هو عامله، هو شايف إن مفيش حاجة أحسن من كده، ما بيغلطش، هو تجايب آخر اللي فاكر نفسه كده، ده في مصيبة بينه، يعني في علاقته مع ربنا مصيبة.